لقيتها واقفة مدياني ظهرها، ولسه ما استوعبتش الموقف. أصلا لقيتها لفت لي، هي عجوزة، عجوزة وطويلة وشعرها أبيض ومنكوش، ووشها مكرمش جدا، وكل ملامحها عادية إلا عينيها. عينيها عبارة عن لون أبيض بينقط دم. من الخضة اتشليت عن الحركة. قامت شداني بدراعها، ونزلنا غطس في الترعة. ما كنتش بغرق، بس شايف جثث فلاحين كتير تحت غرقانة، رجالة وبنات وأطفال. وكل ما بنزل للعمق أكتر جسمي بيرتعش، لحد ما نزلت في القاع تحت قوي، وبدأ جسمي يدوب كأني في بحيرة مية مغلية. بس لون المية كلها بقت دم. وفجأة حسيت إني بفقد الوعي تاني، لحد ما فقت في الأوضة وطلع حلم، كابوس. بس لقيتني متكتف ومربوط، وجات لي نفس الست بتتمشى اتجاهي، قعدت تقرب خطوة بخطوة، وقالت بصوت في صدى صوت وترهيب: اوعى تحكي حاجة من اللي حصلت لحد، وخصوصا عيلة ورداني، لحسن تغرق بجد. وفقدت الوعي. فقت على صوت خالد بيصحيني للفجر: مالك في ايه؟ قاعد تصرخ طول الليل، انت شفت حاجة؟ الحقني، البيت، البيت مسك. ملحقتش اكمل، لمحتها واقفة في ركن الأوضة بتبصلي بتحذير. ماله البيت؟ البيت جميل. كنت بتقول مسكون؟ كنت بسألك هو في حد كان ساكن هنا قبلي، قصدي بشر يعني. مش مرتاح لك، بس تعالى ننزل نصلي الفجر مع جدي. نزلنا تحت صلينا الفجر مع جده، وكان راجل طيب جدا وصوته حلو في القرآن. وقعدنا في المضيافة اللي تحت. انتوا بتنزلوا الأرض امتى؟ أرض ايه؟ الأرض المزروعة في الجنب، وزريبة والبهايم والشجر الطويل. جده قال لي: أرض ايه وزريبة ايه يا ابني؟ انت شكلك متعرفش عائلة عبد السلام الورداني ولا ايه؟ سمعت كلمة ورداني وجسمي كله اتنفض، وبدأت أعرق، وظهرت عليا الخوف واللجلجة. لمحتها واقفة في ركن المضيافة بتبصلي بتحذير لتاني مرة. جده قال: مالك يا سمير يا ابني؟ تبع مين الساقية اللي تحت الأرض؟ احنا لا عندنا